ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ الزيت فعلا بقى حاجه مستفزه، غالي قوي، وسبحانك يا رب يعني تحمري بيه تحسي ان هو بيطير. طب احنا عايزين ناكل بطاطس محمره وما نكلفش الزيت. وكمان يعني خلينا صراحه، لما بناكل حاجه مش متحمره في الزيت بتبقى موفره اكتر وصحيا بتكون احسن. ومش كلنا عندنا الاير فراير. طب نعمل ايه؟ هنحمرها زي ما انتم شايفين كده في الكيس الحراري. حلوه جدا، خطيره. بصوا بصوا بصهدها، بصوا البطاطايه عامله ازاي، حلوه جدا 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 جدا. عايزه بعد ما تفتحيها كده تحطيها تحت الشوايه براحتك، بس انا شايفه ان هي كده ما شاء الله خطيره. بصوا عامله ازاي، حلوه قوي 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 قوي. وفرنا زيت ووفرنا صحتنا وكلنا الحاجه اللي احنا بنحبها. طبعا عايزين نعرف الطريقه والمقادير، هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. تم كده يا حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركه الله. انا ما كنتش ناويه اصور الفيديو، بس قلت كلنا نستفيد من المنفعه اللي ان شاء الله هتعود علينا. الزيت غالي قوي اليومين دول، وبنبقى نفسنا ناكل بطاطس محمره، ففي طريقه سهله ان شاء الله باذن الله وحلوه جدا. فكيس الحراري العادي اللي احنا بنجيبه، انا بس جايباه الكيس كبير، اولا عشان هو اللي عندي، ثانيا عشان البطاطس تبقى واخده راحتها. يعني بصوا انا كنت بقى لسه هتبل وبعد كده قلت اصور معاكم. البطاطس مقطعينها، انا مقطعاها بقشرها، القشره دي بتبقى خفيفه ما بشيلهاش، مقطعها حتت كبيره شويه، ترحال وده زعتر. هفضي البطاطس بتاعتي كلها كده جوه الكيس، وهتبل كمان في الكيس. ايه التوابل بقى اللي احنا هنحطها؟ اول حاجه معايا نعناع مجفف، اي حاجه من اللي انا بحطها ممكن تستغني عنها خالص، بس صدقيني هتدي طعم حلو جدا جدا جدا. ده 7 بهارات، ممكن تحطي في بهارات جبنه، في بهارات شاورما. بصي العبي في التوابل براحتك، انا بقولك الفكره وانت حطي التابر اللي انت بتحبيه. ده توم باودر، شويه بصل باودر، شويه ملح ما تكتريش، معاه شويه كركم. كنت عايزه احط بابريكا بس لقيتها خلصت، فانا بحط اللي موجود عندي. يعني شوفي ايه التوابل اللي موجوده عندك وحطي. معلقه شطه بالنسبه للكميه ديت مش هتبقى حاميه قوي. هنحط ايه تاني؟ هنحط شويه زيت. بصي معلقتين 3 زيت، مش هحط اكتر من كده. هقلب بقى الكلام ده كله كويس في بعضه. بالنسبه لي احسن حركه بصوا في الكيس كده كله هيتقلب في بعضه. بصي البطاطس كلها اتغلفت. عندك بقى جبنه رومي، عندك جبنه تشيدر، عندك اي نوع جبنه وحابه تحطيه في المرحله ديت حطيه، مش هيقول لا، هيبقى مديها كفر كده وهيبقى حلو جدا جدا. انا عارفه ان هو الكيس بيبقى ليه البتاع بتاعته، بس انا الصراحه بحب اربطه الاول. وبعد كده اهي الربطه بتاعته. نجيب بس صينيه. طبعا انا قبل ما اعمل اي حاجه شغلت الفرن بتاعي، بس عايزه ايه افردها بحيث ان هي ما تبقاش ايه مكببه. كل بس اللي هعمله هاتي بس ايه خرمين كده للكيس. ليه بقى؟ عشان هو هينتفخ، فانا مش عايزاه يفرقع في الفرن. هو كده كده هينتفخ بس يبقى فيه تسريب بسيط. هنحطه في الفرن ياخد بقى الصراحه زي ما وقت ما ياخد. انا هقولك هو قعد معايا قد ايه. طلعت. خلوا بالكم بس في المرحله دي عشان بتبقى، بصوا شايفين الدخان، بصوا البطاطس عامله ازاي.
انا مشغلتش عليها شوايه ولا اي حاجه. بصي بس منظر البطاطسايه تحفه تحفه تحفه. ريحتها بقى مش قادره اقول لك ريحتها عامله ازاي، ريحتها حلوه جدا 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 جدا. بصي البطاطس، بصي تحفه تحفه تحفه. ولا بقى حمرنا ولا استهلكنا زيت. وعلى فكره كده الصحيه اكتر، يعني كصحه كده احسن، كتوفير طبعا كده حلو قوي. يا رب وصفه النهارده تكون سهله وخفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.